بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من بحث عن هدف. نسعد كثير بلقائكم هذه الأمسية مع أهم وآخر الأحداث الرياضية والقضايا التي تهم الشارع الرياضي. حلقتنا اليوم حافلة بكثير من الموضوعات سنستضيف من خلالها اثنين من الأندية المشاركة أفريقيا. أعتقد أنهم يستحقوا أنه يكونوا معنا في الاستوديو من خلال هذه الحلقة عشان نقيف على جاهزيتهم واستعدادهم للمرحلة المقبلة. ولكن قبل ذلك دعونا نذهب في جولة قصيرة مع أهم الأخبار الرياضية وأهم الأحداث اللي كانت خلال الأسبوع الماضي. أنديتنا الثلاثة لعبت أفريقيا، الهلال، المريخ، الأمل، لعبوا أفريقيا وتأهلوا للدور الأول، لينضم إليهم هلال الأبيض ويخوضوا معا الأربعة تصفيات دوري أبطال أفريقيا أو منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في دور ال 32. نحن نتمنى لهم إنه يوفقوا حتى في عبور هذا الدور عشان نشارك برضو الموسم الجاي بأربعة أندية وما ننزل في التصنيف ولا في ترتيبنا نتأخر عن كده. خلونا نبدأ من الأخبار أو واحد من المحطات اللي كانت كاميرا البرنامج حاضرة في افتتاح كورس اللاعبين الدوليين اللي أقيمت لهم دورة تدريبية أو كورس تدريبي على مستوى عالي بأكاديمية تقانة كرة القدم. المريخ خاض يوم الجمعة الماضية مباراة الإياب في دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي، واستطاع أنه يتغلب على بطل زنزبار بهدفين ويتأهل إلى يعني يتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية لدور ال 32. المريخ استطاع أنه يفوز بعد أنه تعادل في مباراة الذهاب، وكانت مباراة المريخ باستاد الهلال، ولكن هذه المباراة بالرغم من تأهل المريخ إلا أنه المريخ فقد واحد من لاعبينه بالإصابة هو اللاعب محمد حامد التش. احنا نتابع لقطات من هذه المباراة ثم نعود. إذا المريخ هو بطل الكونغو وليس زنزبار، يعني يمكن لأنه زنزبار كانت في الحاضر حينما نقلت القناة مباراة الأمل، ولكن أوتوهو بطل الكونغو هو الذي قابل المريخ واستطاع المريخ يتغلب عليه في مباراة الإياب بهدفين دون مقابل من توقيع ودي وسيف تيري، واستطاع أنه يعبر إلى الدور الأول. كما ذكرنا أنه المريخ في هذه المباراة أصيب له عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد حامد التش اللي حيغادر إلى دولة قطر للعلاج في الأيام المقبلة. نحن معنا على الهاتف الكابتن أحمد حامد التش. مساء الخير عليك يا كابتن. مساء النور أستاذ أمير. أولا بنقول لك كفارة وسلامتك وطمنا عليك وعلى صحتك وكل الذين بيتابعوك. واضح التش إنه كل الشعب السوداني بيحبك، يعني الهلال والمريخاب شفناهم بيعلقوا على حوائطهم في السوشيال ميديا بيقولوا لك كفارة وسلامتك وإن شاء الله الإصابة بسيطة. أولا السلام عليكم. ثاني حاجة والله بشكرهم جزيل الشكر، يعني جماهير الرياضة عامة في السودان. فوالله الواحد سعيد جدا يعني على التضامن الجميل اللي حصل يعني عامة السودانيين، حتى يعني النادي التقليدي من جماهيرنا يعني المريخاء وجماهير النادي التقليدي. فوالله بتشكركم من كل القلب يعني، وربنا يديكم الصحة والعافية. تش عرفنا انه انت حتسافر الى الدوحه يعني متابعه امر الاصابه، مزيد من الفحوصات ومن ثم العلاج. ادينا تفاصيل. ايوه اكيد. ايوه والله هو الترتيبات يعني كانت يعني الحمد لله يعني ماشيه بكل سلاسه. فالحمد لله يعني ان شاء الله غالبا يعني ما اسافر لدوله قطر يوم الاحد القادم باذن الله تعالى. فبس هي كانت شويه اجراءات يعني اخرت السفر. فان شاء الله غالبا يوم الاحد بيتم الاجراءات وان شاء الله بنسافر. طيب يعني طلع كلام انه الاصابه قطع في الرباط، يعني حتى الان هل تحديد الاصابه نوعها شنو ولا انت حتمشي لمزيد من الفحوصات ام الامر محسوم؟ والله انا بالنسبه للاصابه كان عملت صوره بتاعت رنين في مستشفى الاطباء، فطلع انه في التقرير انه قطع في الرباط وحتى يعني في غضروف في الركبه اليسرى. فالامس القريبه دي مشيت تاني عملت صوره بتاعت رنين، حتى الدكتور قال لي اعملها تاني عشان التاكيد. فالنتيجه طلعت الليله، فحتى ردوا لي قبل شويه قال لي يعني ما في قطع في الرباط،
الحمد لله. وانه في غضروف بس يعني، وقطع جزئي قال لي، هما قطع كامل، ما قطع كامل، قال لي قطع جزئي في الرباط وغضروف. فانا السفر ان شاء الله يعني برضه بمشي للتاكيد يعني، ما اكثر. ان شاء الله ربنا يطمنك ويطمن كل الناس اللي بيحبوك وبيحبوا لمساتك الجميله في الملعب. التش لاعب ليس فقط لاعب نادي المريخ، وانما لاعب المنتخب الوطني الاول، ويعول عليه كثير في انه يقدم للكره السودانيه والمنتخب مواجه بمنافسات عديده في المرحله المقبله. احنا نتمنى لك التوفيق التش، وتعود ان شاء الله معانا مره اخرى. شكرا لك. الله يديك العافيه يا استاذ نفد، وشكرا جزيلا لكم، والله يديكم الصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا. شكرا. ده محمد حامد التشل، احمد حامد التشل، قلنا انه هو ليس فقط لاعب نادي المريخ ولاعب منتخب السودان. نتمنى عودته للملاعب سريعا، وتكون زي ما ذكر التقرير الاخير قطع جزئي في الرباط، يتم علاجه وعودته وتاهيله وعودته للملاعب في اقرب فرصه ممكنه. محطتنا القادمه ملعب استاد الهلال مره اخرى، مباراه الهلال وفايبرز الاوغندي. الهلال يتاهل بفوز ذهابا وايابا الى الدور 32 من البطوله الافريقيه. طيب دي كانت لقطات من مباراة الهلال، والهلال تأهل لمقابلة الأشانتي كوتوكو الغاني. حيغادر الهلال لمقابلة نادي الأشانتي في غانا في كوماسي طبعا، والمريخ سيقابل أنيمبا النيجيري. الهلال كان أعلن أنه حيخوض عدد من المباريات الودية مع فرق أفريقية حيدعوها لملعبه للتباري معاه، لكن سمعنا برضو أنه في الصحف مثلا الكينية عبر يعني الصحافة الكينية قالت إنه نادي غورماهيا ربما لن يتمكن من القدوم للخرطوم بحسبان إنه تم برمجة مباراة له أو مباريات له في الدوري الكيني تمنعه من الحضور للخرطوم في ذات التاريخ اللي حدده الهلال. وقرأنا تصريح لرئيس النادي إنه الاتحاد الكيني يعني قام بهذه الخطوة، وهذا ما يعني حرمانهم من الذهاب للخرطوم. نحن في محاولات للتواصل مع لجنة التطبيع الهلالية عبر الهاتف لنعرف آخر الأخبار بخصوص شكل الإعداد للهلال في هذه المرحلة قبل مباراة الأشانتي كوتوكو. طبعا المريخ كان مفروض يسافر معسكر للقاهرة، لكن تم إلغاء السفر، واللاعبين المصابين جزء منهم سافر للإمارات، وجزء أو اللاعب أحمد حامد حيسافر إلى الدوحة. بالتالي حيكون الفريقين حيعتمدوا طبعا على الإعداد داخل السودان. ربما تكون مباريات إعدادية للهلال من فرق خارجية، وربما تكون مباريات داخلية حسب ما نتواصل مع لجنة التطبيع الهلالية لنعرف ما هي آخر الأخبار. طيب الجزء الثاني من حلقتنا اللي كنا نوهنا عنه إنه إحنا حنستضيف يعني 2 من نواب رؤساء 2 من الأندية المشاركة أفريقيا، نادي هلال الأبيض ونادي الأمل عطبرة. ودعونا في الأول نبارك لنادي الأمل عطبرة التأهل الكبير التم خارج السودان. يمكن دي أكبر نتيجة يعني تحقق خارج السودان لنادي سوداني ينتصر ب3 أهداف كانت أمام بطل زنزبار. إحنا نرحب في البداية بالأستاذ ناجي جابر حمدان، نائب رئيس نادي هلال الأبيض للشؤون المالية. مرحبا بك أستاذ ناجي. مرحبا بك أستاذ ميرفت، مرحبا قناة النيل الأزرق، وعبر قناة النيل الأزرق أرحب بكل المشاهدين خارج وداخل ربوع بلد الحبيب السودان. مرحبا بك. أيضا نرحب بالأستاذ محمد تاج السر، نائب رئيس نادي الأمل للشؤون الإدارية. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحب بجميع العاملين بقناة النيل الأزرق. نتمنى أنه نقدم حلقة توضح كثير من الأحداث الجارية لنادي الأمل في مشاركته الأفريقية، وشاكرين لكم على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال إن شاء الله. طيب خلونا نمشي ونشوف الهدف الأول لنادي الأمل اللي فتح بعده الباب لمزيد من الأهداف. الهدف مميز ومختلف من لاعب مميز ومختلف. بالتوفيق إن شاء الله في هذه اللقطة. خطأ لصالح فريق الأمل. أكرم الهادي، أكرم يلعب كرة، جول! أكرم الهادي سليم يضع الكرة في الشبكة ويسجل الهدف الأول لفريق الأمل من مخالفة في قوس 18، وضع مباشرة لم يخيب ظن الجميع
ولم يعني ينهي استغراب الجميع إلا بهذه اللقطة في الشبكة. هدف أول لصالح فريق الأمل في الدقيقة 27 من مخالفة سجل مين؟ أكرم الهادي سليم، اللي حيحافظ على شباكه وإن شاء الله كله في السليم. طيب الهدف من أكرم الهادي حارس المرمى. عادي ممكن حارس المرمى يلعب يعني ينفذ ركلات الجزاء بعد نهاية المباراة، ركلات الترجيح، أو ممكن يعني كده في آخر المباراة برضه يشوت ضربة جزاء يعني، لكن يتصدى لضربة ثابتة والمباراة شغالة. دي كانت مفاجأة. أنا لما قلت حيشوت الضربة منه قالوا أكرم، قلت ما ممكن، لأنه ممكن الكرة ترتد وتجي هدف، لكن الثقة اللي كانت عند أكرم إنه لازم ينفذ الضربة كانت وراها هدف. إحنا معانا أستاذ محمد اللي كان موجود مع البعثة في زنزبار، وأنا دايرة أشوف إحساسك قبل الهدف الجميل اللي أحرزه أكرم، وتخيلي دي سابقة. لما أكرم تقدم للكورة أنت قلت بينك وبين نفسك شنو؟ طيب الهدف ده كان عنده كواليس كثيرة. في تقريبا أكرم لعب مع الكوتشي كفاح صالح من قبل ونفذ ضربة ثابتة أحرز منها هدف. لما تقدم أكرم لتنفيذ الضربة كثير من أخونا عبد الله مختار ومجموعة من الإداريين في المقصورة نادوا على أكرم إنه يرجع الجول. كفاح بكل إصرار قال لهم خلوه يمشي حيجيب الكرة دي هدف. بقينا كلنا مشدودين، رجعنا 2 من اللعيبة للمرمى، والحمد لله سبحانه وتعالى انه وفق اللاعب اكرم في انه يحرز الهدف. اكرم كان نعم الغايد للفريق في زنزبار، اهدى كثير من خبراته للاعبين اللي احنا بنعتبرهم في بدايه الطريق. كان يعني بالنسبه لهم بمثابه الكابتن وبمثابه الغايد، اهداهم كثير من الاصرار وكثير من الحماس، ولعله ترجم هدفه الاول كان باعث تحقيق الفوز وثبات الفريق وتحقيق نتيجة. هو ده تقريبا يعني ما حدث تحديدا، وكان بداية لأهداف قادمة. خلونا نرجع نشوف لقطات من المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة النيل الأزرق، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر من جزيرة القرنفل الزنجبار، ومباراة فريق كيكوسي الزنجباري والأمل عطبرة في إياب دور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الكونفدريشن كاب التي فاز بها السودان قبل ذلك عندما كانت تسمى كأس الكؤوس الأفريقية في العام 1989 عن طريق فريق المريخ. الأمل عطبرة للمرة الثانية يشارك في هذه البطولة أو للمرة الثالثة، ونتمنى له التوفيق في هذه المباراة، مباراة الإياب. وكان قد كسب الذهاب بهدف وحيد سجله اللاعب كابتن بشير الذي يقود الفريق العطبراوي في هذه المباراة. نتمنى لكم دائما متابعة طيبة مشاهدي قناة النيل الأزرق مع هذه المباراة، بالتوفيق إن شاء الله في هذه اللقطة. خطأ لصالح فريق الأمل. أكرم الهادي، أكرم يلعب كرة، جول جول. أكرم الهادي سليم يضع الكرة في الشبكة ويسجل الهدف الأول لفريق الأمل من مخالفة في قوس 18، وضع مباشرة، لم يخيب ظن الجميع ولم يعني ينهي استغراب الجميع إلا بهذه اللقطة في الشبكة. هدف أول لصالح فريق الأمل في الدقيقة 27 من مخالفة سجل مين؟ أكرم الهادي سليم، اللي حيحافظ على شباكه وإن شاء الله كله في السليم. بإنجاح هذه المحاولات لنقل هذه المباراة، كرة ملعوبة في الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، خطيرة، جول الأمل ينهي آمال فريق كيكوسي في هذه المباراة، يسجل الهدف الثاني بطريقة ممتازة جدا
وهذه المرة من عادل الفجر. عادل الفجر يضع الكرة في الشبكة ويسجل الهدف الثاني بطريقة ممتازة جدا في الدقيقة 31. كيكوسي يحاول وداخل منطقة الجزاء وتسديدة، ولكن أكرم في الموعد وفي المكان المناسب يسيطر على الكرة. من جديد مشاهدي قناة الأزرق في كل مكان، نتابع شوط اللعب الثاني لمباراة كيكوسي زنجبار والأمل عطبرة من هناك من جزيرة زنجبار. وشوط اللعب الأول كما تابعتموه انتهى لصالح أمل السودان بتقدم مثير وجميل ورائع بهدفين دون مقابل بإمضاء أكرم الهادي سليم من مخالفة خارج منطقة الجزاء، وكذلك عادل الفجر سجل الهدف الثاني، والهدفين كانوا يمكن في وقت متقارب جدا 28 31 من اللاعبين لأندية القمة وللمنتخب السوداني. هنا لقطة ممتازة خطيرة وتدخل حارس المرمى، المرمى خالي، جول جول، هدف ثالث، الهدف الثالث لفريق الأمل، وهذه المرة من اللوك أكيج. اللوك أكيج يسجل الهدف الثالث لفريق الأمل بطريقة ممتازة ومتابعة ممتازة، والسجود شكرا لله سبحانه وتعالى للثلاثية في مرمى الفريق الزنجباري، والرقصات الأفريقية الأملابية العطبراوية حاضرة هنا على ملعب المباراة. والرباعي إن شاء الله ينضم لهم هلال أبيض بإذن الله. مساعد مخالفة اتلعبت، صدة ممتازة من أكرم الهادي سليم وتعود والعارضة، ولكن مرت بحمد الله فرصة خطيرة جدا لصالح فريق كيكوسي. تسديدة كانت وصدة ومتابعة من أكرم الهادي سليم من المخالفة، وارتدت للاعب فلاح وسدت بقوة، عادت من العارضة، وبعد ذلك تدخل الدفاع وارتكب جدا لمتابعيه ومشاهدي قناة الأزرق في كل مكان. كرة ملعوبة عرضية، الرابع قادم ومراوغة ممتازة واليسارية، ولكن صدة ممتازة من الدفاع تعود من جديد في وسط شفنا الثلاثة أهداف اللي طبعا المباراة احنا نقلناها عبر الهواء وشافوها الناس، ويمكن كانت فأل كده حسن يعني إنه النيل الأزرق نقلت المباراة. الحمد لله إنه الأمل فاز وتأهل، ودي فرصة إنه مرة ثانية نحيي باشمهندس الكبير عبد الله محمد علي على مجهوده الكبير في نقل هذه المباراة لقناة النيل الأزرق، وأيضا نحيي الأستاذ الصحفي معاوية صابر اللي نسق لهذا الأمر. التحية لهم، وإن شاء الله يحصل تعاون كبير في الفترة الجاية حتى نستطيع أن ننقل يعني الكور الأفريقية خارج السودان. طيب نرجع مرة ثانية، الآن انضم للثلاثي الهلال والمريخ والأمل نادي هلال الأبيض اللي كان معفي من الدور التمهيدي، والهلال بجمهوره بإدارته ويعني أموره طيبة. المريخ رغم التعقيدات والمشاكل الإدارية اللي بيعانيها إلا أنه برضه بجمهوره والروابط السانداه، وأيضا اموره ماشيه رغم انه التكلفه العاليه شديد للمشاركه في البطوله الافريقيه اللي بتواجه برضه الناديين الكبيرين برغم من جمهورهم واداراتهم والاموال اللي بتضخ في حساباتهم، الا انهم برضه بيعانوا في انه كيف يسيروا امور النادي. فما بالكم بناديين الناديين صح عندهم جمهور كبير، الامل العطبراوي، فهود الشمال، عطبره، نهر النيل كلها، لكن برضه الامل اعتقد انه الان حي استاذ يعني محمد تاج السير حيحكي لنا ظروف اللي بيعيشها نادي الامل. هلال الابيض، هلال الابيض ايضا سينضم للمشاركه. الفريق برضو الان يسير نفسه بنفسه، الانديه دي بتحتاج انه الناس تقف معاها. نحن في بدايه هذه الحلقه عايزين نقول انه يعني جمهور الفريقين في عطبره وفي الابيض في كل السودان، ناس الابيض وناس عطبره في كل السودان وفي كل العالم، الشركات لابد انها تقف مع الفريقين دي، ليس فقط لانه ده هلال الابيض وده امل عطبره، لا، لانه اذا نحن استمرينا في البطوله دي ب4 انديه ومشينا حتى دور المجموعات حنفضل موجودين ب4 انديه السنه الجايه. لو تساقطت انديتنا في الدور ده حنرجع نشارك بناديين، وافتكر دي خساره كبيره للسودان انه يتراجع بعد ما كان في المقدمه وبيشارك من ضمن 12
فريق في القاره الافريقيه او 12 دوله في القاره الافريقيه بتشارك باربعه ناديين في الكونفدراليه وناديين في الابطال، حنرجع نشارك بفريقين فقط في كل فريق في كل بطوله، واعتقد ده بيكون خساره كبيره للسودان، لانه مش لانه فقط اسس الاتحاد الافريقي ولا لانه فقط فاز بالبطوله دي سنه 70، لانه ده اسم كبير في القاره، ولانه جمهورنا العاشق للرياضه ومحب للرياضه ما حيقبل بهذا التراجع المريع. بعد ما كنا بنشارك باربعه حنرجع نشارك باثنين، فعشان كده كلنا مفروض نقيف مع الامل ومع هلال الابيض من اجل المشروع الكبير ده. نحن عبر الشاشه حتنزل ارقام حسابات ناديي الامل والهلال. اي زول حاب يقيف مع هلال الابيض او مع الامل، سواء كان مشجع يعني اي مشجع، مساهمته بتفرق حتى لو كانت 100 جنيه. الشركات، البيوتات التجاريه، المؤسسات الكبيره، ده حساب نادي الامل عطبره، وحينزل نادي حساب نادي عفوا هلال الابيض. نحن نتوقع نفره كبيره للناديين، وحتى تليفون البرنامج مفتوح لكل زول حاب يساهم ويشارك. الحلقه حتتعاد يوم الجمعه وحتتعاد يوم الاحد، وموجوده على الفيسبوك وعلى منصات الكترونيه كثيره. في اي وقت انت لقيت الحساب بتاع الناديين ديل من اي زول عنده تطبيق للبنك اللي فيه الحساب ممكن يساهم، وننتظر دور اكبر للشركات الكبرى في انها تقيف من ضمن المسؤوليه المجتمعيه لها، المسؤوليه المجتمعيه في الرياضه وفي كره القدم، انها تدعم نادي هلال الابيض والامل. فاصل اعلاني ثم نعود لمواصله هذه الحلقه. مرحبا بكم من جديد، نعود نكمل هذه الحلقه من بحث عن هدف. وكنا قد توقفنا في الحديث عن نادي هلال الابيض، قلنا انه هلال الابيض قدم مستويات طيبه في الفتره السابقه وشارك في بطوله الكونفدراليه ووصل فيها لمراحل جيده، يعود للمشاركه هذا الموسم. وهلال الابيض ينضم للانديه الثلاثه ويتطلع لما حققوا في السابق. خلونا نتابع هذه الفاصله عن هلال الابيض ثم نعود. هلال الابيض استاذ ناجي نائب الرئيس معانا للشؤون الماليه، وقبل قليل ظهرت ارقام يعني حسابات نادي الامل والهلال مره ثانيه، المخرج حينزلهم لنا على الشاشه. احنا عايزين نعرف ديك مرحله انتهت للهلال والامل والمريخ، والان ينضم هلال الابيض. حسابات الهلال الابيض والامل بتختلف من حسابات المريخ، بحسبان انه هم عايزين انتوا كفريقين عايزين تجهزوا الفريقين تعدوهم، وفي ذات الوقت عايزين تقطعوا تذاكر وتسافروا، والمساله دي اعتقد فيها اشكالات كبيره في ظل الوضع الاقتصادي المعروف للناس، ظل ارتفاع الدولار، انتوا بتشتروا تذاكر بالدولار. مسؤوليه الاعلام ومسؤوليه الوسط الرياضي الان انه يقف مع الناديين. احنا عايزين نعرف وضعكم الان في نادي هلال الابيض، بتعملوا في شنو؟ ترتيباتكم للسفر لتنزانيا، انتوا حتلعبوا مع بطل تنزانيا في مباراه يوم 22 القادم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. دعيني اولا استاذه ميرفت ان اعبرك ان اهني سفراء الكره السودانيه، نادي القمه الهلال والمريخ، المريخ والهلال، بما انجزوه في مبارياتهم السابقه. وعبرك ايضا دعيني اهني الاخوه في نادي الامل عطبره، تحيه خاصه جدا، رغم انه يعني نحن معاهم في نفس الموال بتاع ضعف الدعم، ضعف الامكانيات لنادي الامل عطبره ونادي هلال الابيض. نادي هلال الابيض اصبح مشاركا في البطوله الافريقيه، رغم انه يعني النادي بيعاني من ظروف ماليه صعبه جدا، لكن ده المهم بالنسبه لنا. المهم بالنسبه لنا احنا الان جهزنا النادي او جهزنا التيم بصوره مثاليه، حتى انه هو يمثل السودان اولا، ويمثل كردفان الكبرى ثانيا، ويمثل عروس الرمال ثالثا. نحن صراحه الان يعني مستعدين تماما للمشاركه الفنيه من حيث الاعداد، الان مستعدين تماما، وننتظر باذن الله تعالى يعني ما تدخلوا لنا ايام المقبله باذن الله تعالى. شاكر لك عبر قناه النيل الازرق المبادره اللي تمت الان قبل شويه في مناشدتك لكل قطاعات المجتمع في انه هم يقيفوا ويساهموا مع نادي الامل وهلال الابيض. نعم، اعتقد انه دي مسؤوليه كبيره زي ما ذكرت، في فرص حتضيع على السودان اذا ما تساقطت انديته قبل دور المجموعات.
استاذ محمد، انتوا عندكم تجربه سبقت هلال الابيض بانه مشيتوا في التمهيدي، يعني سافرتوا وجيتوا تقريبا. التكلفه الماليه للتذاكر السفر فقط ممكن لزنزبار كانت تقريبا كم؟ طيب انا في البدايه دعيني ارحب واهني الانديه الثلاثه التي تاهلت الى الدور المقبل، وعبرك تحيه لكل الطاقم العامل في قناه النيل الازرق للعمل على نقل واكمال الفرحه نادي الامل بنقلها للمباراه مباشره. وبرضه يعني نبعث تحياتنا للباشمهندس عبد الله الذي كان حضورا منذ وصولنا الى زنزبار. انا حقيقه بالنسبه الى سفر البعثه الى زنزبار التكلفه كانت فاقت ال40,000 دولار. هي اصلا بدت من مباراة الإياب هنا في الخرطوم. نحن تعاملنا مع إخواننا الزنزباريين باستضافتهم كامل الاستضافة. هي كانت فيها إيجار للفندق وإعاشة كاملة خلال ال3 أيام المكسوها في الخرطوم، وأيضا تكاليف الحكام ال4 والمراقب ضمن التكاليف التابعة لنادي الأمل. بعد ذاك الفحص إجراءات المتعلقة بالمباراة من فحص كورونا لكل المتواجدين داخل الملعب. التكلفة كانت لقرابة 114 شخص كانوا هم الفريق الضيف وفريق كلها على نفقة النادي، كلها على نفقة نادي الأمل. الكلام ده منتظركم يا أستاذ. الكلام ده منتظر أخواننا في وأنتم مرة ثانية برضه حيجيكم منتظرنا مرة ثانية. لكن نحن والله برضه نقول الحمد لله بفضل الرجالات تمت، لكن هي كلها ديون بقت على عاتق الناس. نحن شاكرين لكم المبادرة الطيبة دي والشعور النبيل بأنكم تقدموا مبادرة. احنا طبعا فاجأناكم على الهواء، قد انتم يكون عندكم وجهة نظر في طرح الأمر، لكن احنا بشفافية شديدة بصراحة شديدة هذا هو الوضع عشان الناس ما تتجمل. ده الوضع الآن في الناديين مهما كان. يعني مباراة واحدة تكلف 10 مليون جنيه سوداني أو 10 مليار زي ما الناس متعارف عليه. اعتقد على نادي المساله دي صعبه. النادي حيخوض ذات التجربه، نادي الهلال برضه حيخوض ذات التجربه، الهلال والمريخ حيخوضوا ذات التجربه. خصوصا انه الانديه ما عندها استثمارات. ما عندها استثمارات. هل انتم عندكم جهه رعياكم؟ والله نحن الجهه الرعيانه هي شركه ديزل للآليات الصغيره، وهو كان عقد بتاع رعايه في الموسم الرياضي او الموسمين الرياضيات السابقات. هسه الان العقد انتهى، لكن هم برضه ما قصروا، وقفوا مع الناس، لكن وقفوا في حدود الامكانات. نحن بعدين الحاجه اللي كمان ملفته السنه الماليه في نهاياتها كثير كثير من الناس اللي اتجهنا لهم يعتذروا. حكومه الولايه برضه نحن ما قدرنا نلوم كثير، لكن نقول هي كان بالامكان احسن من او هي ممكن في يدها انه ممكن تدعم عبر الدكتوره امنه. نحن نناشدها من هنا انها من السهوله بمكان انها عبر الشركات الممتده للاسمنتي وشركات التعدين انها هي تعمل اجتماع. وانا ما بفتكر انه ال 10 مليار هي التكلفه الكليه هسه لنا. نحن كانت قرابه ال 15 مليار جنيه سوداني دي بالتكاليف تحت السفر لزنزبار. نعم. أنا مفتكر إنه لو حكومة الولاية مع شركات التعدين الموجودة عبر مسؤوليات الاجتماعية من السهولة بمكان إنه 15 مليار دي تتجمع في جلسة واحدة، لكن هي دايرة نشاط ودايرة فهم عالي لمضمون الرياضة عامة، دايرة فهم لأنه استمرارية النادي بتمثل كسب لولاية نهر النيل في المقام الأول، وبتمثل كسب للرياضة السودانية عامة، وبتحافظ على موقع الرياضة، بتقدم في التصنيف العالمي للسودان. صحيح. وبتضمن لنا استمرارية 4 فرق في المشاركات القادمة إن شاء الله. نعم. عشان كده نحن بنقول ثقتنا كبيرة والله في كل الشركات في كل البيوتات التجارية في إنه هي تأخذ الأمر ما أخذ الجد وتبدأ في إعادة صياغة الفهم لمساهمة الرياضة في المجتمع ومساهمتها في رفع صورة السودان عالية يعني في كل المحافل. نعم. هلال الأبيض نحن حالنا كحال الأمل. إخواننا في الأمل ربما يكونوا هم يعني الآن هم خاضوا التجربة، بدوا ويتكووا بين النار، ونحن ماشيين على النار بإذن الله تعالى، أو نار السفر. صحيح. نار الفنادق، نار جاتنا كمان فحص الكورونا. هي ما زال إلزامية من الاتحاد الأفريقي إنه لازم نفحصه قبل 72 ساعة في السودان،
واذا وصلنا قبل في زنزبار قبل 72 ساعه لازم نعيد الفحص للمره الثانيه. وفحص اللاعب الواحد يكلف $150. غير انه الليله نحن رصدنا عملنا اتصالاتنا مع الشركات بتاع الطيران مع الفنادق الموجوده في دار السلام. التكلفه فاقت $50,000. $50,000 الان هي الأبيض ما بيملك منها ولا دولار واحد. نحن كمجلس اداره وعبر كحي كل مجالس اداره في كل الانديه السودانيه في انهم هم بيتحملوا مسؤوليه كبيره جدا جدا. يعني اداره الانديه في السودان اصبحت هي مرهقه ومتعبه جدا. نادي هلال الأبيض الان هو لا يملك استثمار ب50,000 جنيه سوداني في الشهر. الان نحن مقبلين على تجربه بتكلفنا المباراه الواحده $50,000. فالدعم الحكومي نحن بدينا تواصل مما جينا كمجلس، بدينا تواصل مع كل الولايات اللي تعاقبوا على ولايه شمال كردفان. واليوم كانت في جلسه طيبه جدا مع حكومه الولايه برئاسه الاستاذ خالد مصطفى. الحمد لله رب العالمين في وعود، يعني في وعود مبشرين بها في الايام المقبله باذن الله تعالى. نسال ربنا ان هي يعني تجني ثمار باذن الله تعالى، لانه الزمن نحن المفترض انه نسافر يوم 18 من السودان باذن الله تعالى. اذا قدر الله انه قدرنا نوفر المبلغ ده عشان نقدر نسافر بالتيم لدار السلام في تنزانيا باذن الله تعالى، بنكون خطينا الخطوه الاولى ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يوفقكم ان شاء الله. وده الوضع، نحن هي مبادره اطلقناها من البرنامج لدعم انديتنا كلها. نادي الامل والهلال الخصوصيه في انه هم الانديه في الولايات بيتوقعوا انه يكون الدعم الولائي اكبر، سواء كان عبر الدعم الحكومي او دعم الشركات الولائيه او رجالات الاعمال الموجودين في الولايات او حتى جمهور الرياضه في الولايه او خارج الولايه. والجمهور الرياضي كله السودان كله دي مسؤوليته الانديه المشاركه باسمه. نتوقع انه المبادره اللي حتتواصل حتى يعني مشاركاتهم حتى ما يذهبوا بعيدا في هذه المنافسه حتكون مستمره وحتكون فقره ثابته في البرنامج انه كيف ندعم انديتنا دي. لكن كمان المساله او المشكله او المهدد حيكون شنو يا جماعه؟ حيكون الملاعب. الان الاستاد المعتمد لدى الاتحاد الافريقي لكره القدم للعب المباريات هو استاد الهلال. استاد الأبيض كاستاد مهيأ، ولكن فحص كورونا لا يتوفر في مدينه الأبيض، وبالتالي لن يستطيع هلال الأبيض انه يلعب في ملعبه الا اذا تم توفير هذا المعمل لفحص الكورونا حسب اشتراطات الاتحاد الافريقي، او يتم الفحص في الخرطوم وهلال الأبيض يقوم بايجار طائره تذهب بفريق التنزاني تزيد من معاناته هلال الأبيض، تزيد من معاناته الماليه، يذهب بطياره والطياره ايجار خاص، يعني يذهب بالفريق ينزله هنا في فندق ويشيله بالطياره يوديه بعد الفحص قبل المباراه عشان يلعب المباراه. طيب نادي الامل حيلعب مباراته هنا في السودان يوم 22 على ملعب استاد الهلال. الاتحاد الافريقي هذه المره حدد يومين فقط، زمان كان بيتحدد 3 ايام، يقول لك ايام كذا وكذا وكذا، المره دي حدد يومين فقط. اليومين ديل الفريق بيختار يوم، يقول مثلا يوم 24 يوم 23 الفريق الضيف بيجي يتمرن التمرين الرئيسي بتاعه في ذات الملعب وفي ذات زمن المباراه. يعني لو الامل حيلعب يوم 22 على ملعب استاد الهلال، الفريق الضيف المفروض يوم 21 الساعه 3 يتمرن. المشكله وين؟ المريخ اختار يوم 23 طوالي عشان يلعب، هم يومين، الهلال الامل والمريخ لاعبين داخلي وهلال الأبيض والهلال لاعبين برا. طيب الامل اختار يوم 22 والمريخ اختار يوم 23. طيب الفريق انيمبا الجاي يتبارى مع المريخ حيتمرن وين؟ يوم 22 الامل عنده مباراه. المشكله دي حتتحل كيف؟ ما في ملعب ثاني. الحصل انه تم مخاطبه الكاف بانه والله عندنا ملعب واحد وانه ما في طريقه انه نحن نلعب المباراه في اي مكان اخر، فبالتالي نرجو انه يفصلوا يحطوا يوم فاصل في النص، يعني يدوا يستثنوا السودان والاتحاد الافريقي يرد يقول شنو ما معروف. دي مشكله. المشكله الثانيه لما يجي راجع الهلال بعد ما يلعب كورته في غانا وهو صاحب الملعب هيجي يختار يوم، فبالتالي هلال الأبيض ملزم انه يختار اليوم الثاني اللي ما حيختاره الهلال وحيقع في ذات المشكله لانه يومين ورا بعض. واذا الهلال اختار يوم 5 معناها ما عنده مشكله، لكن هلال الأبيض اختار يوم 6 اين سيتمرن الفريق الضيف الجاي يباري هلال الأبيض؟ وفي ذات اليوم الهلال عنده مباراه. فنحن والله يا جماعه مساله الملاعب دي مساله الناس اتكلمت فيها كثير، لكن وضح الان تماما انه يا جماعه ما ممكن السودان ده كله يكون عنده ملعب واحد بس، والملعب ذاته حق نادي الهلال. يعني المريخ ملعبه برا الخدمه وما اظن يدخل قريب، استاد الخرطوم برا الخدمه
وما اظن يدخل قريب. وملعب الأبيض رغم جاهزيته لكن برضه في مشاكل واشتراطات ما تحققت من قبل الكاف، ابرزها فحص الكورونا ما موجود في مدينه الأبيض. دي مشكله تتحل كيف؟ هذا ما ستاتي به الايام المقبله. خلونا نرجع تاني ونشوف استعدادات الفريقين للمباريات الجايه. طيب الامل يعني سمعني انه ربما تقام دوره، طبعا النشاط الرياضي متوقف، وحكايه انه تمشوا معسكر دي حتزيد العبء المالي عليكم. حتلعبوا مباريات وديه، حتعملوا دوره، حتعملوا شنو؟ طيب نحن حقيقة منذ وصولنا فجر الاثنين دخلنا معسكر في مدينة المهندسين سلاح المهندسين وصلنا تماريننا. اليوم كانت في مباراة مع فريق مبدة، المباراة الأولى إعدادية. بعد ذاك الجهاز الفني ساعي في انه مع الانديه الموجوده الان الجاهزه اللي هي نادي الهلال الابيض ونادي الهلال العاصمي يعمل مباراتين باعتبار انه يشوف مدى الجاهزيه بتاعت اللاعبين، مدى الاستفاده من الفريقين في ظل اعدادهم القوي. ويعني في النهايه دي حتكون تضامن بين الانديه الثلاثه او الاربعه الموجوده، لانه حتى تعذر حضور يعني زي ما ذكرتي في البدايه تعذر حضور فريق غرماي لاسباب، ومن الصعوبه مكان في ظل الظروف الماديه اللي بيعاني منها الناس انه يستجلبوا او يسافروا خارج السودان. بيبقى ان احنا اعتمادنا على الانديه الموجوده الان اللي هي نشاطها متواصل، نادي الهلال العاصمي المريخ هلال الابيض. دي الحاجات الخيارات الموجوده الان. طيب نادي الهلال الابيض يمكن طبعا يعني الان كان معاه خالد هيدان في بدايه الاعداد، والان خالد هيدان برا الجهاز الفني. اول حاجه دايرين نعرف من اللي يقود الهلال الابيض ورؤيتكم لاعداده قبل السفر. نعم، عبرك بحي المدرب خالد هيدان، هو الان في المملكه العربيه السعوديه. خالد هيدان ذهب من هلال الابيض بامر اللوائح. الان هلال الابيض بوجود المدرب جمال موسى تورنو، المدرب نادي المرغني وتاكا كسله، المدرب الشيخ رحمه الله المدرب العام، المدرب هشام النضر مساعد المدرب. الجهاز الفني الان في هلال الابيض بخير، المعد البدني الدكتور مصطفى كرم الله، مدرب الحراس الكوتش ياسر كجيك. الحمد لله الكوكبه الفنيه في هلال الابيض ممتازه تماما، التيم جاهز تماما. خضنا عدد مباريات وديه مع اخواننا في هلال كادوغلي، اخواننا الامر عبره. اليوم كان عندنا مباراه وديه مع نادي الهلال العاصمه، انتهت بفوز الهلال 1-0. الروح الموجوده في نادي الهلال الابيض الان عند اللعيبه وعند الشباب الروح عاليه جدا وممتازه جدا. عندنا احنا كجهاز اداري الروح يعني ما بين نخوض التجربه وما بين لا نستطيع ان نخوض التجربه. يعني في ظل امكانيات انا اكد لك ان هي معدومه تماما الان، انه نادي الهلال الابيض في ظل الظروف دي ما لم يعني ربنا باذن الله تعالى عبر مبادرتكم، عبر حكومه الولايه، عبر الحكومه المركزيه، وانا من هنا يعني برسل صوت للحكومه المركزيه. الان نحن سفراء الكره السودانيه، سفراء الكره السودانيه. ما بيتخيل لك انه في سفير سوداني او وزير سوداني بيسافر على نفقته الخاصه. صحيح. فنحن الان في معيه الدوله. هلال الابيض الان المسؤوله منه الدوله مسؤوليه تامه في انه هو يسافر كيف وبياخذ طريقه. احنا نتمنى ان صوتكم يصل للمسؤولين. هو اكيد طبعا الكل يعلم الظروف والتعقيدات اللي بتعيش الدوله السودانيه بشكل عام، ربما تكون الرياضه يعني اقل اهتماماتها، لكن الرياضه برضو عندها ادوار كبيره جدا لا يغفلها احد. وطالما نحن بنشارك وموجودين عبر الاتحاد الافريقي او عبر الاتحاد الدولي وقررنا المشاركه، يجب ان نشارك، ونحن نشارك باسم السودان، يجب ان تكون المشاركه يعني محترمه وتكون مشاركه قويه، والا يجب ان نقلق نفسنا ولا نشارك. الامل بالنسبه للفريق، يمكن الفوز اعطى دافع معنوي كبير، رفع سقف طموحات الجمهور. الناس ما حتقبل منكم ثاني غير انكم انتم تحققوا نتائج ممتازه، لانه من البدايه كانت نتائجكم ممتازه. طيب نحن اول حاجه زي ما قلتي انت الانتصار رفع من سقف الطموحات جمهورنا التواغ للتقدم في المسابقه الافريقيه. غياب 8 سنين الان حتمت علينا المشاركه والانتصار، انه الناس ترتفع سقف الطموحات. الروح المعنويه لدى اللاعبين عاليه جدا جدا من خلال المشاركه الاولى.
بس بعيب على الناس. حتى انتصارنا الناس اتكلمت عنه كلام كبير جدا جدا، لكن وتكلموا عن انه اول انتصار يتحقق خارج السودان ب3 اهداف لكن للاسف الشديد حتى الغياب في استقبال البعثه، نحن للاسف حضرنا الى مطار الخرطوم، والله غير اولاد الكوتشي كفاح صالح واخونا صلاح حسن سعيد ما لقينا زول ذاته يستقبلنا. ودي كانت بالنسبه لنا انكسار معنوي كبير جدا جدا. كل الوسائل الاعلاميه سواء كان مقروءه او مسموعه ما كان في استقبال، يعني خفض من وتيره النشوه بالانتصار لدى اللاعبين. لكن الحمد لله تجاوزنا المساله دي بمعالجات ثانيه تمت. نحن نامل في انه المساله ما تبقى هلال مريخ. نحن بفريقنا فريق الامل صح مسائل الماليه المعقده دي واحده من الحاجات الواقفه قدامنا، لكن بعزيمه اهل الامل واخطائهم الناس قدرت تتخطى المرحله الاولى. راجين كثير من الناس في خلال الوعود ادونا له، لكن دارين الناس كمان تساهم معنا معنويا. ده الشيء اللي نحن هسه بجهد المغيل يعني نقول نحن متوقعين انه الناس كان تنتظرنا باكثر من كده. فرحتنا كبيره جدا جدا. انتصار زي ما قلتي غير 4 اهداف في مباراتين دون ولوج هدف في مرمانا، معادله فنيه رائعه. خارج الديار 3 اهداف، داخل الديار هدف، محافظه على مرمانا خالي من تسجل في سجل صحيح. المباراه خالده ان شاء الله. انتوا هسه ماشيين بوركينا فاسو صح؟ ان شاء الله. طيب احنا نتمنى انه توفقوا في انه يعني تأتوا بذات النتيجة. الأمل حيلعب كورته الأولى في الخرطوم ثم يذهب إلى بوركينا فاسو للعب مباراة الإياب. هلال أبيض حيغادر إلى تنزانيا بإذن الله بإذن الله ربنا يسهل. الهلال حيغادر إلى غانا عشان يلعب مع الأشانتي في كوماسي، والمريخ حيلعب مع أنيمبا في درمان. نحن في ختام هذه الحلقة نجدد الدعوة للجمهور الرياضي، للدولة ممثلة في كل مستويات الحكم فيها، لوزارة الشباب والرياضة، للبيوتات التجارية، للشركات، للجمهور الرياضي في كل السودان وداخل وخارج السودان، للجمهور الرياضي في عطبرة، للجمهور الرياضي في الأبيض. المسألة ما أمل وهلال، المسألة 4 فرق حتشارك السنة الجاية في البطولة الأفريقية إذا قدر لهذه الأندية في هذا الموسم إنها تذهب حتى دور المجموعات. تصنيفنا حيتراجع لو فقدناهم. الآن هم بيلعبوا باسم السودان، بيحملوا راية السودان. الأمل أفرح الجمهور كثيرا في المباراة الأولى، والأفراح إن شاء الله حتستمر لو الناس وقفت معه هذه الوقفة. مبادرة أطلقناها من برنامج بحث عن الهدف من أجلهم ومن أجلنا، حتتواصل في الحلقات المقبلة. نتوقع في الحلقة الجاية إنه نلقى الناس تفاعلت مع أرقام الحسابات النازلة على الشاشة اللي حتكون موجودة في منصات اللي بيظهر فيها البرنامج، سواء كان عبر القناة مباشر أو عبر الفيسبوك أو في اليوتيوب. حتظهر الأرقام والناس تشوف تتفاعل. وقلنا الجنيه الواحد بيفرق في مسيرة الفريقين الأفريقية. إحنا شاكرين كثير لكم. أستاذ ناجي جابر حمدان نائب رئيس نادي هلال الأبيض للشؤون المالية، الأستاذ محمد تاج السر نائب رئيس نادي الأمل للشؤون الإدارية. أمنياتنا للفريقين إنه يوفقوا في هذه المسيرة الصعبة، وإن شاء الله مبادرتنا تأتي أكلها. نحن متأكدين إنه الجمهور حيتفاعل والشركات حتتفاعل إن شاء الله. وشكرا لكم مرة ثانية. شكرا لك أستاذ ميرفت، شكرا لقناة النيل الأزرق للاستضافة. أنا بس حابب يعني أوصل يعني أو أضيف صوتي لصوتك عبر المبادرة دي لكل أخطاء الناديين، نادي الأمل عطبرة ونادي هلال الأبيض في دول المهجر داخل السودان داخل ولاياتهم، إنه الناديين ديل هم بيمثلوا شريحة كبيرة جدا، أو هم الرياضة بتحل كل المشاكل. صحيح. نحن بنعرف إنه الدولة فيها مشاكل، بنعرف إنه الولايات فيها مشاكل اقتصادية، مشاكل صحية، لكن عبر الرياضة تحل كل المشاكل بإذن الله تعالى. أنا أكرر نفسي كلام أخونا ناجي. نحن عشمنا كبير في إنه المسائل تمشي لقدام إن شاء الله. نحن متوقعين تفاعل كبير بعد الانتصار اللي حققناه. نتمنى انه اخواننا في هلال الابيض يلقوا الدعم والسند، نحن نلقى الدعم والسند. برضه نحن نقول الهلال المريخ برضه رغم ظروفنا الاحسن من لا، لكن برضه هم يعملوا زي ما قال الناس بتتكلم عن انه دي سفاره.
السفارة بتحتاج لدعم من ان الحكومة. شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وشكرا لكم في النيل الأزرق على هذه المبادرة الطيبة. نحن جينا باعتبار أنه نتكلم عن الأمل، لكن أخجلتوا تواضعنا بهذه المبادرة. نتمنى أنها تأتي أكلها، وشاكرين لكم على الروح الطيبة والتضامن المستمر دائما مع الأندية الرياضية ولبرنامجكم دائما في المقدمة. شكرا أستاذ ناجي، شكرا أستاذ محمد تاج السير، لكم أفضل وأجمل التحايا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقتنا معكم لهذا الأسبوع، حتى الملتقى بكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.